السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. النهارده هنعمل مع بعض الناجتس، ومعاه مكرونه بالصلصه. الناجتس اللي كل الولاد بيحبوه وبيخلونا نجيبه من بره، هنعمله النهارده في البيت مع بعض. هنجيب صدور فراخ زي ما انتوا شايفين كده. صدر فراخ انا غسلاه ومنضفاه وكنت مفرزاه، عيناه في الفريزر. ومعانا بطاطس مسلوقه. هنبدا الاول ان احنا نسلق المكرونه في ميه مغليه وفيها معلقتين زيت. هنحط المكرونة بتاعتنا تتسلق. طبعا بنقلب في المكرونة علشان ما تلزقش يا جماعة ولا تعجن مننا. كل شوية كده نقلب فيها لحد ما تستوي معانا السوا اللي احنا بنحبه. في ناس ما بتحبش تسويها قوي، تسلقها قوي، وفي ناس بتحب نص نص. براحتكم خالص. اهي دخلت في السوا اهي، تمام. هنبدأ دلوقتي ان احنا نصفيها في المصفى. صفيناها اهوت، حطيناها في المصفى، وهنسيبها على جنب شوية لحد ما نروح نعمل الناجتس. في الكبة بتاعتنا هنحط صدور الفراخ، هنقطعها زي ما انتوا شايفين كده. هنقطعها وبعدين نحطها في الكبة تتفرم كويس. تمام. دلوقتي بقى نحط لها التوابل بتاعتها: ملح، فلفل اسود، بابريكا، توابل فراخ، زر الورد. التوابل اللي انتوا تحبوها ممكن تحطوها عادي خالص، مفيش اي مشكلة. بس بجيب توابل مخصصة للفراخ كده، بتنفع مع الخلطة دي. وهنحط بيضة، وهنبدأ نضرب دلوقتي المكونات مع بعض. ما بحطش المكونات كلها مع بعض يا جماعة، بنحطها واحدة واحدة كده. هنحط البطاطس المسلوقة. انا حطيت بطاطسية واحدة يا جماعة، ما حطيتش اكتر من كده. انا كنت محضرة بطاطسية ونص، قلت لو احتاجت، بس انا مستخدمتش الا واحدة بس. تمام. دلوقتي هحط 3 معالق نشا و3 معالق بقسماط. البقسماط اهو والنشا، وهنضرب الخليط برضو مع بعض. هنضربه بقى كويس. هنبدأ بقى هجيب كيس تلاجة، فتحته وحطيته على الرخامة يا جماعة، ورشيت عليه دقيق زي ما انتوا شايفين، ودهنت ايدي زيت عشان العجينة ما تلزقش. وقمت حاطة العجينة على الدقيق. حطيت الخليط بتاع الفراخ على الدقيق ودهنته من فوق زيت زي ما انتوا شايفين عشان ما يلزقش معانا. طبعا جبت كيس تلاجة تاني وفتحته، وهبدأ ان انا احط عليها من فوق وافرد بقى ايه براحتي. حطيت كيس التلاجة اهو. نبدأ نفرد لحد ما نوصل للسمك اللي احنا عايزينه، سنتي ونص سنتي زي ما تحبوا، زي ما انتوا شايفين. هبدأ بقى دلوقتي هقطعها. هسويها الاول من الاطراف كده زي ما انتوا شايفين، واقطعها دلوقتي مربعات طبعا زي ما تحبوا. عايزين تقطعوها على شكل قلوب، على شكل ورد، ممكن تقطعوه بالقطعات بتاعه الصابليه على شكل قلوب، على شكل ورد، على شكل
قلب اللي انتوا عايزينه واللي تحبوه. عايزين تدلعوا ولادكم، طبعا خدوا الاجازة وعايزين نعمل لهم الحلو كله اللي هما بيحبوه. كده يا جماعة اهوت خدنا قطعة وهنحطها في الكريسبي دوت يا جماعة جايباه من عند العطار عادي، بيلزق فيه اهوت من غير بيض ولبن ولا اي حاجة، بيلزق فيه خالص اهو، بيدي طعم جميل جدا وبيقرمش والعيال اللي بيحبوه. ادي خلصنا الكمية اهو. دلوقتي هنحطها في الفريزر ربع ساعة بس تتشمع علشان نعرف ايه نقليها. لحد ما احنا بقى ايه نبدأ نعمل المكرونة. قطعنا بصلاية مكعبات في معلقة سمنة زي ما انتوا شايفين، ونسيبها لحد ما تحمر كده معانا، ونبدأ نحط الصلصة. الطماطم دي يا جماعة ده عصير طماطم وانا مسبكاه مع معلقتين بنجر. نسيبها تاخد غلوة كده مع البصل. هنبدأ نحط لها بقى الملح بتاعنا، فلفل اسمر، 7 بهارات وزعتر، وهنقلبه مع بعض. طبعا معلش يا جماعة التصوير انا بصور بايد وبشتغل بايد، فعشان كده التصوير مش واضح. دلوقتي بدأنا اهوت، حطيت المكرونة اللي احنا سلقناها في الصلصة بتاعتنا، نقلبها كويس. كده المكرونة بتاعتنا بقت جاهزة، هنسيبها نوطي عليها بقى تتردد على مهلها. نكون احنا بقى ايه طلعنا الناجتس اللي عملناه من الفريزر اتشمع اهو، وهنبدأ ان احنا نقليه في الزيت. تمام يا جماعة كده انا كنت معليه عليه اهوت. هبدأ بقى ان انا اوطي عليه علشان ياخد السوا بتاعه المظبوط، يستوي براحته، ما بياخدش وقت اصلا يعني. عايزه اقول لكم ريحته جميله جدا وطعمه خطير، هتحبوه جدا في البيت احسن من بتاع بره، ومضمون، وعارفه انتي حاطه فيه ايه، وعارفه ان هو مش مضر يعني مش حاجه تضر ولادنا ونروح ندفع فيها فلوس، يبقوا حاطين فيها عظم ولا جلد الله اعلم. دي حاجه بقى معموله في البيت نظيفه ومضمونه وعاملينها بايدينا. تمام قلبناها اهوت الناحيه التانية تاخد السوا المظبوط، وبعدين هتطلعه اهوت. حاولوا يا جماعة اي حاجة الولاد بيحبوا يجيبوها من بره نعملها لهم في البيت، حاجة جميلة اهيت ونضيفة وقدام عينينا. خلاص غرفنا مكرونة ونجت جميلة جدا يا جماعة، جربوها.